لا للاتحاد. معروفة المباراة، لكن رغم الظروف يعني واضحة للكل، التنظيم هنا والاستقرار هنا والعكس في الاتحاد. رغم كذا كان في ناس كثير كثير تراهن الهلال ما يفوز في جدة الاتحاد. كثير ناس تراهن، لا في احد صرح قبل المباريات وحلف انه والله ما يفوز الاتحاد، صح ولا لا؟ محمد نور. سمعنا. هذا اللي سمعناه، وهو اعتقد انه في احد الاذاعات او في. حبيبي كرة القدم معطيات، ما في شيء زي اول زي الحارة والله ما تفوزون والله نفوز عليكم، لا الكرة معطيات. فريق الاتحاد يعاني، اول مرة المجموعة هذه تلعب مع بعض. انت يا محمد نور مصاب 3 اسابيع تقريبا مبتعد عن كرة القدم. نعم، أدائك اليوم كان مرة هزيل، واضح أنه لياقيا تعاني. حسني عبد ربه ما انسجم، فوزي ما انسجم، عبد الله عمر ما انسجم، اللاعبين لسه لاعبين بعض. نشوف الظروف اللي ماشيه في الاتحاد، فلا تحلف بانك ما تفوز على الهلال، ما يفوز عليك. الهلال فريق كبير لسه خارج من الكاس، لكن فكر اللاعبين اللي هم ما دخلوا معك في التحدي، ركزنا في المباراة واخذنا المباراة بطريقة ثانية. لكن اتمنى انك انت قلت والله ما يفوز منتخب استراليا على السعودية وشاركت مع منتخب استراليا، هذا المفروض اللي يصير. لكن هذه مباراة دورية يعني. رغم النتائج السابقة أبو عبد الله محمد. يمكن نوع انه يبغى يحمس اللاعبين، ومن حقه انه يحمس اللاعبين، بس مو بالاسلوب هذا. مثلا انك انت، انا صراحه تبغى الجد، سمعت وشفته كثير عقب، ولكن حتى لو خسرت المباراه مو معناتها انك انت بتنتقص انه بتحلف انه مثلا ما يفوز فريق نادي الهلال، او تجزم انه ما يفوز نادي الهلال. اول مقوله تقول الهلال ما فاز، احنا ما فزنا من أزعجك الكلام ده؟ صراحة أعطانا نوع ودافع، واستغليناها نقطة قبل المباراة، وتكلمنا مع اللاعبين إنه كرة القدم في الميدان، برا الميدان ما عاد في أحد يفوز. أعتقد لو في برا الميدان كان فازوا ناس كثير برا الميدان. كرة القدم أصبحت معطيات، فكر، معطيات الأشياء الصغيرة هي اللي تعمل الفرق. لذلك نبغى نرتقي بفكرنا كثير، احترامنا للخصم سواء الاتفاق والاتحاد او اقل فريق، حتى اخر فريق في الدوري لو نلعب معاه حنحترمه ونقدره، وهذه في عالم كرة القدم.